ورحمة الله وبركاته. من قناة طقطق ومشمش بنسلم على كل أصدقائنا. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب السنة الجديدة تكون سنة سعيدة علينا وعليكم يا رب وعلى الناس كلها. النهارده عامله لكم حاجة حلوة وسهلة وخفيفة زي ما عودتكم. طقطق ومشمش عودكم دايما على السهل الخفيف اللي تحس ان هو صعب بس اسهل حاجة ممكن تتعمل. النهارده طقطق كان وعدكم ان انا هعمل لكم فتة شاورما، وانا النهارده هعمل فتة الشاورما. جايبه نص كيلو بانيه مقطعاه مكعبات اهي، وجايبه توابل معايا فصين توم، فصين 3 توم، ربع معلقه فلفل اسود، نص معلقه ملح، قرص ماجي، توابل الشاورما، ودي سنه قرفه صغيره عشان انا بحبها جدا في الاكل. بحب القرفه في الاكل مع الفراخ او اللحمه، بتديهم تست حلو. وهنا علبه زبادي كبيره. تمام، هننزل بواحده واحده. هننزل الاول بالتوابل كلها كده، كلها الثوم والملح. الشطه هنا اختياري على حسب اللي عايز، برضو انا ما بحط الشطه علشان الولاد ما يبقاش الاكل حراق عليهم، بس اللي بيحب الشطه طبعا يخليها سبايسي جدا. الشاورما لما بتبقى سبايسي بتبقى طعمها حلو. ماشي، اقلب كده كويس كويس جدا كده. ماشي، وانزل عليها بعلبه الزبادي كلها اهي، كل علبه الزبادي. الشاورما دي اسهل حاجه ممكن تعملوها وانتوا جايين كده من الشغل، من مشوار، في يوم مش عارفين تعملوا اكل ايه، فتيجي تقولوا طب هنعمل اكل ايه؟ الشاورما. اذا كنتوا هتعملوها سندوتشات في عيش او في فته زي ما انا بعملها النهارده، الاتنين سهله جدا جدا جدا. اسهل حاجه ممكن تعملوها اهي. طبعا انا المفروض اسيبها تتبل كده ساعه، تقعد في التتبيله الحلوه بتاعتها اللي ريحتها بتفتح النفس دي كده ساعه. ماشي، طبعا انا ساعات كتير بتبلها من بالليل واسيبها لتاني يوم، وساعات بتبلها واعملها على طول. يعني انا النهارده كده مضطريه اتبلها واعملها على طول. هعمل ايه؟ بس هسيبها 5 دقايق بس عقبال ما اشرح لكم بقيه الحاجه. معايا النهارده عيش ابيض اهو، مقطعاه قطع صغيره بحيث ان العيش يطلع في المعلقه على طول. ماشي، وطبعا معايا رز بسمتي غسلاه كويس قوي 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 اهو. ماشي، ده رز بسمتي هحطه على العيش بعد ما يتحمر. وهنا فلفل الوان زي ما قلت لكم قبل كده، الفلفل الالوان ده انا ما بستغناش عنه ابدا 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 في كل الاكل. هنعمل ايه بعد ما هنشوح الشاورما شويه على النار؟ هننزل بيها بالفلفل الالوان كله بحيث بس ان هو يدبل شويه صغيرين. انا مش عايزاه يدبل قوي، يعني انا عايزاه واضح كده في الاكل. القيمه الغذائيه بتاعته عاليه جدا جدا جدا. طبعا هنا هحط ربع كوبايه زيت، مش هحط زيت كتير، ربع كوبايه بس. ماشي، هسيبكم دلوقتي وارجع تاني وانا واقفه على البوتاجاز وبحمر لكم الحاجه كلها عشان تشوفوها. بس طبعا ما تنسونيش في اللايك الحلو بتاعكم وتعليقاتكم الحلوه اللي دايما بتديني دفعه لقدام. بجد انتوا تعليقاتكم دي كلها بتفرحني قوي قوي قوي، وبحس ان انا فعلا يعني ايه عرفت اوصل لكم حاجه حتى لو بسيطه جدا من اللي انتوا بتعملوه معايا. ما تنسونيش بس في اللايك بتاعكم. ماشي، عشان كل اصحابي بيشوفوا وبيكتبوا تعليقات بس بينسوني في اللايك. انا نفسي بس في اللايك الحلو بتاعكم. مع السلامه، هرجع لكم تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من قناه طقطق ومشمش بنسلم عليكم كلكم، بنقول لكم رجعنا تاني اهو عشان اوريكم العيش هحمره ازاي. بصوا العيش اهو، الزيت سخن جدا 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 اهو. هنزل فيه بالعيش كده. ماشي كده. طبعا انا باكد على كل اصحابي اللي هم عايزين يعملوا عزايم يبعتوا لي بس رقمهم على الواتس على التعليقات، وانا هكلمهم على طول. ما عنديش اي مشكله اعمل اي عزايم لاي حد. وانا باكد على المعلومه تاني، طقطق ومشمش عنده استعداد يعمل عزايم، اكل، اي حاجه. طقطق ومشمش مش هيقصر. ماشي، والاكل هيوصل لكم ان شاء الله باذن الله سخن وطعمه يفتح النفس. طبعا مش محتاجه اقول لكم، طبعا انتوا كلكم شاطرين جدا. فانا بس ايه يعني بقول يعني لو حد عايز يعزم، طقطق ومشمش بيسد في اي عزايم. ماشي اهو. طبعا انا هستنى العيش بس يتحمر ثواني، انا بقلبه عشان ما يتحرقش مني. ماشي كده زي ما انتوا شايفين اهو كده.
اهو ماشي. فتة الشاورما دي حلوة وخفيفة قوي 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 يعني. عاملة ايه جنبها؟ انا عاملة سلطة كورل سلو، وهحمر بطاطس او هجيب كيس شيبسي. ممكن بقى ممكن اجيب جنبها كيس شيبسي يعني. بصراحة مش بعد ما هخلص العيش هحمر بطاطس يعني، لا هجيب كيس شيبسي على طول. بس انا اصلا الولاد عندي لما بيبقى فيه شيبسي ما بياكلوش، بيقعدوا يتلهوا في الشيبسي جدا. اهو العيش اهو صفيه كويس قوي من الزيت كده زي ما انتم شايفين قدامكم اهو. طلعوا على المنديل برضو عشان الزيت ما يبقاش فيه كده. طبعا لما بيتحط بقى في الشاورما ما بيبقاش ناشف، بيطرى. الرز البسمتي لما بينزل عليه بيخليه طري، فبيبقى حلو جدا. فما تقلقوش بقى وتقعدوا تقولوا ده ناشف مش هنعرف ناكله، طب ما هو عايز شوربه زي الفته بتاعتنا المصري. لا خالص 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 يعني. طبعا فتة الشاورما دي بتبقى فيه تحت في الطبق من تحت توميه ماشي. انا بقى ايه ما عملتش التوميه لان المره اللي فاتت عملتها جنب فتة الشاورما. يعني بصوا هي حلوه قوي بس عايزه حد يعني بطنه ما بتوجعوش من التوم، فانا مستكفيه بصراحه في التوم اللي في الشاورما نفسها، ومش قادره اعمل توميه ماشي. اهو كده كل العيش نزله كله نقلب على طول كده عشان يبقى ايه حلو كده ويتحمر كويس معايا. واوريكم بقى وانا ايه بشوح الشاورما قدامكم برضو كلها. انا كان عندي فيه شويه شاورما متبلاهم من بدري بس سبت شويه اتبلهم قدامكم يعني. انا متبله كيلو ونص شاورما، تبلت شويه قدامكم وفي شويه كنت متبلاهم من الصبح عشان يقعدوا في التتبيله شويه. بس بقى طبعا عشان ابتدي احضر الغدا للولاد فحطيت ايه اللي متبله دلوقتي على اللي متبله من بدري الاتنين مع بعض عشان ابتدي ايه احضر الغدا بس ماشي. اهو كده زي ما انتم شايفين العيش الابيض ده بصراحه بيشرب زيت بس مش مشكله يعني، دي مش مشكله. اول مره هقول لكم اهو ان انا في حاجه بسكت عليها ان هي تشرب زيت معايا. العيش الابيض ده بيشرب زيت بس يعني على طعم فتة الشاورما لا مش خساره فيه بصراحه، يشرب زيت براحته على الشاورما وجمالها وطعمها وريحتها اللي بتبقى حلوه تشرب زيت. طبعا انا مستنيه اللايكات الحلوه بتاعتكم وتعليقاتكم الحلوه كلكم. وطبعا باكد تاني العزايم طقطق ومشمش ما عندوش اي مشكله يقوم باي عزايم. انتوا بس اكتبوا لي في التعليقات وابعتوا لي ارقامكم وانا هتواصل معاكم على طول واعمل لكم كل اللي انتوا عايزينه. ما عنديش اي ازمه فيه ولا اي مشكله، عادي جدا ان انا بقبل عادي اعمل اكل. اي حد عايز يعمل اكل ما عنديش مشكله ايا كان هو ايه الاكل يعني ماشي. وتاني بقول لكم التعليقات الحلوه بتاعتكم اللي بتبسطني جدا، بتبسطني جدا بصراحه، بتبسط بيها. التعليقات دي بصراحه بجد بتديني دفعه لقدام يعني، بتحسسوني ان انتوا واخدين بالكم مني، شايفين انا عملت ايه وتعبت قد ايه في الحاجه اللي انا بعملها، مع اني والله بعمل الحاجه فعلا بحاول ادور لكم على اسهل حاجه تتعمل عشان ما تبقاش فيها تعب. فما فيش اي تعب في اللي انا بعمله، ولو في تعب يعني عشانكم لا مش خساره التعب بصراحه، مش هبقى متضايقه وانا تعبانه ليكم. انا بحبكم كلكم وطبعا تعبكم بالنسبه لي راحه، تعبكم فعلا بالنسبه لي هي دي الراحه الحقيقيه. لازم اصفيه كويس قوي كده من الزيت. سخنه قوي. طاطا النهارده اول ما عرف ان في فتة شاورما انبسط جدا لانه بيحبها قوي
بيحب فتة الشاورما قوي قوي قوي، فاتبسط بيها. اهو طقطق بصوا طلع معايا اهو عشان يشوف بقى الشاورما. ايه رايك يا طارق؟ حلوة، ريحتها جاية من آخر. طبعا لازم يقول كده. أنا قلت لكم قبل كده انا مش ديمقراطيه خالص. تعالى يا طارق. ريحه الشاورما باينه في البيت، توابل الشاورما دي باينه. طارق بيقول لي كده، بس هو اصلا انا لسه ما حطيتش الشاورما على النار، بس ماشي ماشي عشان تعرفوا ان طارق ده بكاش. سابني ودخل جوه. ماشي يا طارق ماشي. شوف الحوار ده مع بعض بقى. بكاش طارق ده. ربنا يخلي لنا اولادنا كلهم يا رب. بصوا الزيت فين راح، العيش الابيض ده شربه كله، بس حلو يعني شربه كله، بس بصراحه هنتبسط بيها، وانتوا كمان لو جربتوها هتتبسطوا قوي قوي قوي. يا ريت كل اللي جرب حاجه يبعت لي هو جرب ايه عشان اعرف يعني انا شطوره زيكم ولا انتوا اشطر مني. طبعا انتوا اشطر مني بكتير، بس كل اللي جرب حاجه يا ريت يقول لي عليها. اهو قلبهم في شويه الزيت الصغيرين اللي فضلوا، مش مشكله، انا لو فضلت احط زيت مع العيش الابيض ده هيشربه كله، فمش مشكله يعني عادي. بحب اعمل العيش الابيض ده برده مع الكشري، يبقى زي المحلات كده. بقى في مره اوريكم انا بعمل الكشري برده سهل وسريع ازاي. انا برده شطوره في الكشري بس مش زيكم يعني، انتوا اشطر بس انتوا شاطرين يعني. بوريكم في مره الكشري بتاعي بقى على طريقه طقطق ومشمش. صراحه انا عندي ناس بيطلبوا الكشري مني مخصوص، يعني بيطلبوه مني بالاسم. النهارده بقى طريقه فتة الشاورما دي على طريقه جارتي وصاحبتي، بصراحه هي اللي علمتها لي. كوكي بسلم عليها من قناه طقطق ومشمش، بسلم عليكي يا كوكي وبقول لك تسلم ايدك على انك علمتيني الشاورما الحلوه دي، شكرا. وانتوا طبعا عايزاكم برضو تكتبوا لي في التعليقات عملتوا ايه على طريقه طقطق ومشمش وكانت سهله معاكم ولا لا. انا بصراحه طول عمري كان نفسي اعمل فيديوهات للاكل كده، يعني انا بستمتع بصراحه وانا بعمل الاكل، ما بيبقاش عندي تعب. حتى لو تعبانه، عايزه اقول لكم بقى حاجه سر كده خطير عني، يعني انا لو تعبانه جدا 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 ومش قادره حتى اقوم من على السرير، مفيش حاجه بتفوقني وتخليني كويسه وزي الحصان فعلا زي ما بيقولوا، غير اني ادخل المطبخ اعمل اكل. الحاجه الوحيده اللي بتخليني افوق، غير كده لا. نطفي على الزيت بقى كده عشان انا مش عايزه العيش يتحمر اكتر من كده، كفايه. ماشي اهو كده. انا مزوده شويه في العيش ومزوده شويه في الشاورما عشان الولاد بيحبوها قوي، يعني بالهنا والشفا عليهم. ممكن يطلبوا طبقين 3 منها لانها فعلا بتبقى خفيفه، ما بتبقاش تقيله بالنسبه لهم ولا متعبه في ان ايه ده طبيخ. الولاد انتوا عارفين كلهم ما بيحبوش الطبيخ طبعا، فبيحبوا بصراحه الشاورما دي، وانا ما بلاقي حاجه بيحبوها بزود فيها شويه كده كده. مش عايزين نسيب حاجه في الطاسه، كده كده الزيت ده خلاص مش هنستخدمه تاني. كده اهو. شايفين العيش اتحمر حلو اهو. ماشي. هجيب بقى الجريل معاكم كده وابتدي احمر ايه الشاورما. ماشي. ادخل بقى بالجريل اهي، فيها معلقه زيت. انا كنت المفروض قدام الكاميرا اوريكم ان انا حطيت الزيت على التوابل الشاورما معايا، بس انا نسيت فحطيتها دلوقتي اهي. ماشي. قلب كده، ريحتها حرفيا خطيره جدا بجد يعني. يلا كله يجي بألف هنا وشفا. بصوا حطيت اللي متبل من بدري على اللي لسه متبل، حطيت كله على بعض.
كله على بعضه كده. هنزل بيها بقى كلها على الجريل سخن. ماشي، استنى بس ثواني اتاكد ان الجريل سخن معايا شويه زياده، واروح نازله بيها على طول. واروح نازله بيها كده على طول. يا رب يكون سخن كويس. لا كان عايز يقعد شويه كمان بس مش مشكله. اهو كده زي ما انتم شايفين خفيفه جدا. اهو خلصنا الغدا. شفتوا بقى الشطاره بتاعتنا؟ يلا كله يقوم يعمل يلا فتة شاورما دلوقتي. مش عايزه اسيب حاجه جوه لان الصوص ده اصلا طعمه تحفه. الزبادي مع توابل الشاورما خليها خطيره، خطيره حرفيا خطيره. اهو يلا كله يقوم بسرعه كده يجيب بانيه ويعمل فتة شاورما. والرز طبعا زي ما انتم عارفين معلقه زيت مع معلقتين سمنه. برضو زي ما قلت لكم قبل كده انا بحب احط الزيت زياده في الرز برضو عشان يديله لمعه حلوه. معلقه زيت بس. هنا بقى هحط معلقتين زيت ونص معلقه سمنه. انا طبعا مش بستخدم سمنه، بستخدم زبده. بس النهارده بقى ايه في البسمتي هحط زيت بس. هستكفى بالزيت بس على البسمتي كده. ماشي، هرجع كده الكاميرا ونقلب بسرعه على الشاورما. الله على الريحه اللي تفتح النفس. الريحه تتاكل حافه اهي. يلا كله يجي بقى. كل اللي عايز فتة شاورما طقطق ومشمش عينيه الاتنين ليه. حطيت اهو في حله الزيت عشان اعمل فيها الشاورما. شاورما ايه؟ اعمل فيها الرز. ركزوا معايا، نعمل الرز فيه هنا. الزيت بس يسخن وانزل بالرز على طول. ماشي كده. انزل هنا بقى بالرز، هنا بالرز، وهنا دي الشاورما هسيبها زي ما هي. هنا الرز وهنا الشاورما. هنا في الشاورما دي هنزل بالفلفل الالوان بس بعد ما اقلب شويه الشاورما كده وتاخد يعني صدمتين ثلاثه وتبتدي تخش في السوا. طبعا البانيه ما بياخدش وقت مع التتبيل، ما بياخدش وقت خالص. نسيت اقول لكم ان انا حاطه معلقتين خل. نسيت خالص اقول لكم، معلش سامحوني بقى. انتوا طبعا شاطرين واكيد كنتوا هتحطوا انتوا الخل حتى لو انا ما قلتش. عشان بس الخل ليه؟ عشان يخليه يطرى معايا شويه. ماشي. الرز بقى هجيب الرز واروح حاطاه كله. اجيب الرز بقى واروح حاطاه كله على الزيت كده اهو. طبعا انتوا عارفين ان البسمتي بيزيد في السوا. يعني لو انا عامله كوبايه بتبقى كوبايه ونص. الميه بحط قد ايه ميه للبسمتي؟ على كل كوبايه بحط كوبايه ميه. يعني مثلا كوبايه رز بحط لها كوبايه ونص ميه، مش بحط كوبايتين. انا بحب الرز مفلفل شويه. حتى في البسمتي بحبه كده واضح يعني مش مهري. ماشي. كل كوبايه بحط لها ايه؟ كوبايه تانية، كوبايه ونص من الميه. يعني هنا مثلا دول 3 كوبايات رز بسمتي، بحط 4 كوبايات مثلا رز بسمتي ميه ونص اهو كده. انا غسلاه من بدري ومصفيته من ميته كويس جدا زي ما انتم شايفين كده اهو كده معايا. انتوا طبعا شاطرين جدا يعني مش محتاجه انا اقعد اقول الكلام بتاعي ده. انتوا طبعا اشطر ناس يعني في الدنيا واصدقاء طقطق ومش كلهم شاطرين. طبعا البسمتي لازم نحط له قرفه، شويه قرفه صغيرين مش كتير يعني شويه صغيرين بس. هو البسمتي لازم يتحط له قرفه. طبعا قرص الماجي بتاعنا. بس هنا مش هحط توابل الكبسه لاني مش هعمل كبسه.
في توابل للكبسه، انا مش هعمل كبسه، انا عامله بسمتي عادي، فهحط كركم وملح وفلفل بس. ماشي، مش توابل كبسه ولا حاجه. انا برضو هعمل في مره قدامكم الكبسه بطريقه سهله قوي. شوفوا انتوا عايزينها كبسه فراخ ولا كبسه لحمه، اكتبوا لي في التعليقات وانا عينيا الاتنين ليكم، هعملها لكم بطريقه سهله جدا. شوفوا اللي انتوا عايزينه اكتبوه في التعليقات وانا اعمله، مفيش اي مشكله. الريحه تفتح النفس فعلا. ماشي، الكركم بقى اهو، شويه كركم صغيرين عشان بس يدي للرز لون اصفر، ما يبقاش فاقع قوي وما يبقاش غامق قوي. يعني بمعدل مثلا نص معلقه. ماشي، قلبه شويه اهو كده. هوريكم في مره الكبسه بتتعمل ازاي، برضو سهله وخفيفه عشان كلكم تعملوها، تطلع معاكم ان شاء الله باذن الله حلوه، وربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم يا رب. كده طبعا انا بسيبها كل ده او كده، افضل سايباها كده تتقلب على النار. برضو في اكل كده بيتعمل في الجريل بيبقى خطير، كبده بتتعمل في الجريل بتبقى حلوه جدا، الشاورما. يعني انا في حاجات بحبها كده في الجريل بتبقى حلوه. بصوا البسمتي اشوحه بس ثواني ماشي، واروح نازله عليه على طول بالايه، بالميه بتاعته. ريحه الشاورما تفتح النفس. يلا كله يجي، قناه طقطق ومش مستنياكم كلكم تيجوا، يلا على الشاورما الحلوه دي. طبعا احنا مش هنسيب لونها كده، في ناس بتحب تسيب لونها كده، انا مش بحبها كده. هعمل ايه، هحط لها معلقتين كاتشب، معلقتين بالظبط كاتشب، هتديها لون ايه، وردي سنه، مش غامق ولا فاتح، وردي سنه، وردي سنه صغيره، يعني بين الاوف وايت ده وبين الاحمر، هتديها سنه صغيره بس مش دلوقتي برضو، كل ده برضو مش دلوقتي، بعد ما تتشوح شويه هوريها لكم. وانا بحط بقى معلقتين الكاتشب الحلوين بتوعي، ما عندوش كاتشب يحط معلقتين صلصه عادي، مفيش اي مشكله. انتوا اللي عندكم كله حلو، اللي عنده معلقه صلصه يحطها، عنده معلقتين كاتشب يحطها، ولا اي حاجه، طقطق ومشمش يقول لكم اهو، كل حاجه حلوه وسهله وخفيفه جدا. اهي الرز اتشوح معايا تشويحتين حلوين، انزل عليه بالميه بس ثواني، بس اركز مع الشاورما دي عشان انا ايه، بحب اركز كده في الحاجه اللي بعملها شويه، ركز في الشاورما وفي تقليب الشاورما كده كويس. اهي كده زي ما انتم شايفينها اهي، سيبها بس على النار كده 10 دقايق تاخد وتدي مع بعض، تاخد وتدي مع بعض كده، ثواني على النار 10 دقايق بالظبط، سيبها تاخد وتدي على النار. ماشي، وهرجع لكم تاني. ماشي، هرجع لكم تاني وانا بحط الفلفل والكاتشب والرز يكون استوى معانا. او بصوا هقلب فيها كده شويه ماشي، وبعدين ارجع تكون استوت والفلفل الالوان نزل عليها والكاتشب ماشي، والرز يكون كمان هو كمان استوى، هرجع لكم تاني وانا بغرف. خلاص ماشي، تنسونيش طبعا في اللايك الحلو بتاعكم والتعليقات الحلوه بتاعتكم، ما تنسونيش عشان انا بجد هي دي الحاجه اللي بتديني دفعه لقدام. حتى لما الواحد بيبقى عنده طاقه سلبيه وبيشوف التعليقات بتاعكم بجد بتديني طاقه ايجابيه جدا، وانا بقعد اكتب يعني برد على التعليقات وبشوف تعليقاتكم مره واثنين وثلاثه، بصوا مش قادره اقول لكم. فانا طبعا بقول لكم ما تنسونيش في اللايك الحلو بتاعكم وتعليقاتكم الحلوه. مع السلامه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناة طقطق ومش بنسلم عليكم، ورجعت لكم تاني اهو بعد ما الشاورما استوت اهي. بس انا سايباها بس ايه على نار هادية كده عشان الصوص بتاعها، عشان وطيت عليها النار فالصوص زاد فيها شوية اهي، بس حلوة برضو ماشي. وهنا الرز الصوص استوى وبقى لونه تحفة ازاي، شكله ما شاء الله جميل جميل جميل. بألف هنا وشفا على كل اللي ياكل. طبعا انا مش محتاجه افكركم تاني ان طقطق ومش بيقول لكم اي حد عايز اكل هو ما عندوش اي مشكله يعمله. بصوا العيش، بص العيش كده في الطبق شويه صغيرين ماشي، وانزل عليه بالعيش بالرز اهو كده، مش هكتر في الطبق عشان الولاد ياكلوا الطبق كله، عشان طبعا ايه هما مش بيخلصوا بقهم للاخر كده. وانزل بشويه شاورما بالصوص بتاعها كده اهي. سهله ازاي، حلوه جدا، احلى فتة شاورما وبألف هنا وشفا عليكم وعلى الولاد. كل الولاد هيتبسطوا جدا بطعمها. هعمل طبق تاني قدامكم، طبق تاني اهو، شويه عيش صغيرين مش كتير عشان الولاد يعرفوا ياكلوه اهو، ومعلقه رز كبيره وشويه كمان كده اهو كده، شويه شاورما اهي بالهنا والشفا. بصوا الفلفل الالوان دبل فيها ازاي، شايفين تحفه اهي اهي. بصوا تحفه ازاي، بألف هنا وشفا عليكم. كل اللي عايز ياكل يلا احنا مستنيين طقطق ومش مستنيينكم كلكم. بألف هنا وشفا عليكم. متنسونيش في اللايكات الحلوه بتاعتكم اللي بتدعمني دايما وبتديني طاقه ايجابيه لقدام ماشي. طقطق بيسلم عليكم كلكم، بيقول لكم تعالوا كلوا معانا. يلا مع السلامه، مع السلامه.